حسام عاشور مفاجأة الزمالك في الموسم الجديد. اسمع. ومع رحيل حسام عبد المجيد وغموض موقف خوان بيزيرا واقترابه بالمناسبه بين قوسين زي ما قلت لك امبارح من الرحيل، وانه عبد الله السعيد كانت الايام اللي فاتت ما بين انه يكمل او ما يكملش، بس خلاص اتقال انه هيكمل، والنقص الحاد في الخط الهجومي لنادي الزمالك تحديدا في ناحيه الاجنحه. هناك كثير من الشباب يستطيع نادي الزمالك ان يعتمد عليهم في الموسم الجديد، وده اللي عمله الزمالك الموسم اللي فات، وده اللي عمله الزمالك الموسم اللي قبله، وده اللي عمله الزمالك الموسم اللي قبله، اللي هو ايه؟ لما الدنيا تضيق عليا هروح اشوف الشباب بتوعي، وبيطلع له كام اسم حلوين، ابرزهم طبعا السنوات اللي فاتت حسام عبد المجيد، محمد ابراهيم، محمد السيد، الاسماء اللي انا فاكرها دلوقتي من الاسماء الشباب، ولكنه طلع كتير من اللعيبه الشباب اللي بعد كده فادوا الفريق بشكل كويس قوي. طيب تعال نفترض ان خوان بيزيرا اصر على الرحيل ووافق في النهايه الزمالك على بيعه، وان كان الموقف النهائي حتى اللحظه بالنسبه للزمالك عدم بيع بيزيرا، بس نقول مثلا مع الضغوط، مع فلوس تزيد للزمالك، اي حاجه، انه بيزيرا مشي. مين يعوض خوان بيزيرا؟ قعدنا نبحث في فريق الشباب وسالنا وقلنا مين اللاعب الموهوب في فريق الشباب اللي ممكن يساعد الزمالك في الامر ده؟ قالوا لنا حسام عاشور. ايوه زي ما سمعت كده، حسام عاشور، مش حسام عاشور القائد التاريخي للنادي الاهلي، ولكن هناك لاعب في الزمالك اسمه حسام عاشور في فريق 2007 يتحدثون عنه انه موهبه عظيمه جدا، تحديدا حسام عاشور التقي، ابن النجم طبعا، لاعب قديم مميز، كابتن عاشور التقي. طبعا كلنا عارفين النجم الكبير عاشور التقي كان لاعب محترم جدا وكان لاعب كبير جدا. ده ابنه حسام عاشور التقي بيلعب في ناشئين الزمالك مواليد 2007، لاعب جامد جدا، وينج حريف وموهبه للزمالك السنين الجايه. كمل. حسام عاشور التقي مواليد 2007، مميز جدا، ابدع جدا في فريق الشباب في نادي الزمالك، على مستوى فرق الشباب وبطولات فرق الشباب يتحدثون عنه دائما انه لاعب موهوب جدا، بيلعب في اكتر من مكان في الخط الهجومي. او دي لقطات ليه لحسام عاشور، لاعب شباب نادي الزمالك مواليد 2007، بيلعب برجله الاثنين كويس، اليسار واليمنى، بيلعب مهاجم، بيلعب تحت المهاجم. متع عينك بالناشئ مواليد 2007 اللي في نادي الزمالك، متع عينك بيه. بيلعب جناح، ده المركز الاصلي، بيلعب في اكتر من مركز في الخط الهجومي، وعنده كمان بنيه جسديه قويه، فلاعب من المواهب. ودي لقطات احنا لما بحثنا عن اللاعب عشان كمان انتوا تشوفوه معانا، مش مجرد اسمه وخلاص، شعرنا انه لاعب موهوب. طبعا سيبدا الراي وينتهي عند الكابتن معتمد جمال، انا مش برشحه للكابتن معتمد جمال، ممكن يكون عنده عناصر شايفها افضل. احنا بس قعدنا نفكر هو الزمالك هيعمل ايه الموسم اللي جاي، وهل في الزمالك في فريق الشباب لاعبين يقدروا يدعموا القائمه المنقوصه جدا اللي هيبدا بيها الزمالك الموسم الجديد. فلقينا حسام عاشور، وقلنا الفتره اللي جايه ندور على مواهب